بما ان الصيف لسه بيشاور عقله يدخل علينا ولا لأ، قررنا ناخد خطوة استباقية ونقول لكم على شوية نصايح يخلوك تتغلب على حر الصيف ومشاكله كلها. قبل ما تنام ب5 دقايق لف ملايات السرير في بلاستيك فويل وحطه في الفريزر او التلاجة لدقايق معدودة. مش هحكي لك كتير وهسيبك تعرف الاحساس ده بيبقى عامل ازاي لما تيجي تنام عليه بعدها. من واحنا في KG2 وهم بيقولوا لنا ان في الصيف نلبس هدوم لونها فاتح عشان مش بتمتص الطاقة الحرارية، بس احرص كمان انك تتجنب الملابس الضيقة وخلي دايما هدومك فضفاضة بالقدر اللي يخلي هوا يدخل لجسمك منها. بدل ما تشرب كمية مية كبيرة قوي لما تحس بالعطش، اشرب كميات صغيرة على فترات متباعدة، يعني مثلا كل ساعة اشرب شوية حتى ولو مش عطشان. ده يعتبر اهم علاج لأمراض كتير زي جفاف البشرة وغيرها. حاول قدر الامكان تتجنب اي حاجة فيها كافيين سواء سخنة او ساقعة، لان في الصيف جسمك بيحتاج كل ذرة مية موجودة في جسمك، والكافيين بيعمل عملية اسمها ديهايدريشن بتقلل منسوب المية في الجسم بنسبة مش قليلة. افصل الأجهزة الكهربائية كلها قبل ما تنام، لأن في الصيف الأجهزة دي بتسحب طاقة كبيرة عشان تبرد نفسها من حرارة المكان، لذلك أفضل حل إنك تفصل عنها الكهرباء اللي بتسبب الحرارة أصلا. لو بتمارس أي نوع رياضة حاول تخلي معاه تمرينك يا إما الصبح بدري قوي أو بالليل بعد ما الشمس تغيب، لأن جسمك هيجهد أكتر بكتير في أوقات الذروة لما الحرارة تبقى عالية نسبيا، وهتلاقي نفسك بتتعب أسرع عما ما كانت الحرارة منخفضة شوية. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة عشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة، ولو عايزنا نكمل ساعدنا ننشر فيديوهاتنا واعمل لها شير على فيسبوك وجوجل بلس، وكمان تقدر تشوف فيديوهاتنا اللي فاتت كلها من هنا.